راه واخا ريحتو خايب. فهاد رمضان هذا خصو يكون عندنا زيزيفوس، جوجوبا، النبق. عرفتي الفوائد ديال النبق؟ الا عرفتيهم راه ما غاديش يخطاك، خصوصا في رمضان. ناقص من السعرات الحراريه، في 100 غرام 79 سعره حراريه، وفيه فيتامين سي مضاد اكسده تيحفز الجسم في انتاج الكولاجين وتيقوي لك المناعه. لي فيتامين بي طاقه والصحه ديال الدماغ. ونزيدك اللي مهمه بزاف، مزيان للجهاز الهضمي. النبق بالالياف ديالو يغذي البكتيريا النافعه بريبايوتي، تيقوي البطانه، يعني هذيك اللعيبه اللي داخل في المعده وفي المصارن، وتينقص الامساك. وكنعرفوا ان في رمضان تيولي عندنا مشكل ديال الامساك، حيت تينقصوا عندنا الالياف وتينقصوا عندنا السوائل. الا خديتيه في رمضان غيقاد لك المزاج ديالك، يقاد لك المورال ديالك، ويعاونك في انك تدخل في نوم عميق وجيد. تيقدر يكون بديل للتمر، فيه سكريات ولا دي بوليساكاريد، ومزيان الناس ديال السكر. علاش؟ حيت يقاد ليه نسبه السكر في الدم. غنحمي الجسم ديالي من الجذور الحره، الجلد ديالي غيولي جيد. فهي فاكهه جافه غنمسحها بحال هكا وغناكلها. نقدر نقشر العظومه اللي فيها وندقها ونديرها مع اتاي، غترخيني وغتعاونني في الجهاز الهضمي، وغنهضم الماكله ديالي وغنستافد منها. غير هو الا كنتي كتاخذ ادويه مضاد الاكتئابات ضروري الاستشاره طبيه. وبارطاجي لي هذه المعلومه مع اصحابك، اكي عاو ربي.